اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام ولا القيام ولا أجر قراءة القرآن. يا خالق الكون والوجود، لمن نشكي وأنت موجود، بابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الراضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك، ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تنسانا من عفوك. من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكاين البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجأ إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا. اللهم عالجني في التقصير في الصلوات، واجعلني بفضلك مستجاب الدعوات.
اللهم ارحم عقولا سهرت من أفكارها وخوفها، واشرح صدورا لم تنم من ضيقها، والطف بأجساد عجزت عن النوم من أمراضها. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم لا تعذبني بمرض، ولا تشقيني بولد، ولا تسلط علي أحد، ونجني من شر النفاثات في العقد. اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. اللهم ارفع لي ذكرا، وأصلح لي أمرا، واغفر لي وزرا، وأطل لي عمرا، واشرح لي صدرا، ولا تريني في حياتي إلا خيرا، واملأ قلبي فرحا وسرورا. اللهم اجعل لي من كل عسر يسرا، وابن لي ولوالدي في جنات الفردوس قصرا. يا رب عبدك قد ضاقت به الأسباب، وأغلقت دونه الأبواب، وأبعد عن جادة الصواب، وزاد به الغم والهم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم تفتح له باب. وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وادفع عنا البلاء والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم احفظني بالإسلام، وأنعم علي بقراءة القرآن. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي،
فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام. نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون فلا تطردنا من رحمتك. نحن بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة نطلب عفوك ونطلب رحمتك يا من يلجأ إليه الخائفون ويا من عليه يتوكل المتوكلون. يا رب لقد ضعفت ولا غيرك يقويني ولقد يئست ولم أفقد فيك يقيني ولقد ضللت ولا سواك يهديني ولقد غرقت وأنت وحدك منجيني. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة للأمم. يا عظيما يرجى لكل عظيم ويا عليما أنت بحالنا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نطلبك مطلبة المساكين ونرجوك رجاء الخائفين. ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته. اللهم لك هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان.